السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. شكرا جدا على اللي دخل وعمل لنا اشتراك في القناة، متحرمش منكم ابدا. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. يا رب دايما تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا علينا. يا رب تكون فيديوهاتنا تكون خفيفة على قلبكم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم مع بعض عن حلقة جديدة وخفيفة. النهاردة كان عندنا روتين صعب قوي، كنت تقريبا قلبة شقتي كلها على بعضها، كنت بنضفها. فهنعمل النهاردة مع بعض بقى غدا خفيف كده. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض طريقة كبدة. هنعمل مع بعض كبدة. كلنا هنحتاجه مع بعض. هنحتاج معانا نص كيلو من الكبدة، ومعانا بصل، ومعانا فلفل، ومعانا معلقة توم صغيرة. دي المقادير اللي احنا هنحتاجها مع بعض لعمايل الكبدة. ويلا بقى بينا نتقلب على البوتاجاز. هنا بقى جبنا معانا طاسة، حطيناها على النار، حطينا معلقتين كبار من الزيت، عليهم قطعة صغيرة من الزبدة، وهنسيبها أول لما تسخن. وهنا ايه بقى، حطينا على البصل بتاعنا معلقة صغيرة خالص، أو يعتبر ربع معلقة صغيرة من السكر، ونقطة صغيرة من الملح، وقلبناهم كويس. بتفرق معانا برضو في الطعم والله، وفي الريحة كمان بتدينا ريحة جميلة قوي. وهنا بقى هنتأكد خالص ان الزيت بتاعنا سخن، وهنبدأ نزودهم. نبدأ بقى نحطه لحد ما ندي للبصلة بتاعتنا كده تخديرة او لون مع بعض. مش هنحط بهاراتنا دلوقتي، لان احنا لو حطينا البهارات بتاعتنا دلوقتي هي طبعا هتدينا ريحة وكل حاجة، بس هتحرق مننا البصلة، ومش هنحس ان البصلة استوت معانا. لا، احنا هنسيبها بس دلوقتي لحد ما نحس ان البصلة خضرت مننا. هنبدأ نظبط البهارات بتاعتنا. هو غدا خفيف كده، مش تقيل زي اللي بنعمله مع بعض. هو غدا خفيف بس والله فعلا عشان خاطر انا كنت مطبوخه بالصبح في شقتي. لو انتوا حابين تشوفوا مع بعض روتين تنظيف، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، وانا برضه هصوره واوريه لكم. لو انتوا حابين اكتبوا لنا بس في التعليقات. انا بشكر جدا على اي حد بيخش ويعمل تعليق او بيخش ويعمل لنا اشتراك. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم. يلا بينا بقى هنبدأ نشوف الوقت عما البصلة بتاعتنا تغلي. البصلة بتاعتنا خلاص استوت اهو، طرت خالص معانا اهو. هنا بقى نبدأ نحط معانا معلقة التوم بتاعتنا. احنا محطناهاش من الاول، لانه طبعا التوم خفيف عن البصل، فكان الاول كان التوم يعني هياخد مننا لون، وكانت البصلة مش هتاخد مننا لون. انما الوقت بقى احنا يا دوبك كده الاتنين كده هياخدوا لون مع بعض. كل ده احنا لسه يا جماعه حطيناش الفلفل احنا مش هنحطه الوقت خالص، مش محتاجينه اصلا الوقت خالص. هنبدا بقى نشوح في الاتنين قوي كده مع بعض لحد ما نحس ان الثوم والبصل مع بعض اتشوحوا خالص. هنبدا بقى نقوم حاطين الكبده بتاعتنا. بس هي طريقه خفيفه مفيش فيها اي حاجه جديده. طبعا كل واحده اكيد في بيتها بتعمل الاحسن من كده بكتير. احنا بس ممكن نكون بنديكوا فكرة جديدة، لكن طبعا كل واحدة في بيتها بتبقى حابة تعمل الأحسن لولادها. فيلا بقى نكمل طريقتنا مع بعض. هنا بقى خلاص كانت البصلة بتاعتنا خلصت خلاص مع التوم، هنلمها كده في جنب. وهنا بقى احنا معانا نص كيلو الكبدة. نص كيلو الكبدة ده احنا تقريبا من قبلها بساعة يعني ادينا له شطفة خفيفة بس خالص، ما غسلناهوش قوي. لان بصراحة يا جماعة انا بقرف من الدم. انا عارفة ان الكبدة طبعا ما بتتغسلش، بس انا يعني ببقى مش بحب منظر الدم قوي. وهنا بقى عصرنا عليها ليمونة وسيبناها. الليمونة يا جماعة بتفصل يعني، بتشيل شوية ريحة الزفارة، وبتشيل طبعا الدم منها. وهنا بقى على الطاسة هنبدأ نحط الكبدة بتاعتنا. ومن اول هنا بقى يعتبر مش هنقلب كتير، يعني يا دوبك كده بالراحة هنبدأ نقلب. من اول هنا يعتبر مش هنقلب كتير لحد ما الكبدة تبدأ تمسك نفسها من النار، عشان خاطر الكبدة ما تبقاش حابة تتقلب كتير عشان ما تتهرش مننا. اهو يا دوبك بس كده تشويحة صغيرة والبصلة معاها. فمش هنعوز نقلبها يعني كتير قوي. وهنا بقى عشان التقليبه بتقليبه مره واحده، دي البهارات اللي معانا ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر وتوم بودر وبصل بودر
وبهارات لحم. دي البهارات اللي احنا هنحتاجها مع بعض، وهنديلها هنا بقى تشويحة كده بسيطة. كل ده يا جماعة زي ما احنا متفقين احنا لسه ما حطيناش الفلفل، دي كلها البصلة بس والثوم والبهارات بتاعتنا مع الكبد بس. هنا بقى هنسيبها بعد ما قلبناها كده، هنسيبها شوية وهرجع اقول لكم يلا هنعمل ايه بقى بعد كده. وكده خلاص احنا فضلنا تقريبا حوالي بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق ما قلبناش فيها خالص لحد ما حسينا ان هي خلاص جمدت معانا شويه. هي لسه فيها دم ما نشفتش، بس طبعا احنا عارفين ان الكبده ما بتقعدش على البوتاجاز كتير، عشان خاطر احنا لو سيبناها على البوتاجاز كتير بتشد مننا اكتر. هنا بس هنزود مع بعض سنه صغيره خالص من المستردة، هتدينا طعم جميل جدا. احنا مش هنكتر مش كتير، بس يا دوبك يعني كده هنحط سنة صغيرة من المسترد بس، مش كتير بس هتفرق معانا في الطعم وهتدينا طعم كمان حلو. جربوها والله هتعجبكم قوي بالطريقة ديت. وهنقلب بقى كويس. خلاص هي كده جمدت معانا اهي، ما عدتش فيها سوائل خالص او دم. دي احسن طريقه لو انتم مش عايزين الكبده تبوظ منكم. حاولوا ما تقلبوش فيها كتير قبل ما تمسك نفسها كويس. طول ما فيها سائل او دم مش هتبقى كويسه معانا وهتتخرم مننا، انما هي هنا لسه زي ما هي سليمه. يلا بقى هنسيب الكبده بتاعتنا على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. وهنا بقى عما الكبدة معانا تتعمل، هنا هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع. عصير جميل جدا وخفيف. يا رب يعجبكم. يلا بقى هنا هنشوف هنعمل ايه. هنا معانا تقريبا كوبايتين من المية الكبار ساقعين جدا، ويستحسن كمان لو في تلج، بس بصراحة أنا ما عنديش تلج. فهنا حطينا كوبايتين كبار من المية الساقعة، وهنحط عليهم 5 معالق أو 6 معالق من السكر، وهنحط عليهم هنا معانا دول تقريبا كوباية او كوبايتين من الورق النعناع. طبعا دي يعني على حسب ما انتوا بتحبوا. هنا احنا غاسلينه وسايبينه بقاله شوية اهو. ومعانا هنا 3 ليمونات كبار. ايوه احنا هنحط الليمون كده ده براحتكم. لو انتم عايزين من غير قشر ممكن تعصروه وتحطوه من غير قشر خالص. وهنا بقى خلاص هنبدأ ايه، هنبدأ نزودهم كده، نبدأ بقى نضربهم في الخلاط. فخليكم معانا لحد ما نعملهم ونرجع تاني نشوفهم مع بعض. وهنا خلاص بقى احنا خلاص الكبده بتاعتنا خلصت يعني لسه لها نص سوا تقريبا. هنبدأ نزود الفلفل بتاعنا. وهنا بقى لو انتم حابين هنا بقى خلاص تغطوها نغطيها على اساس يعني ان الفلفل يطرى معانا شويه، مش حابين خلاص. بس هي كده تقريبا قدامها 5 دقايق ونقفل عليه، لان الفلفل طبيعته لما بيقعد على البوتاجاز كتير يا دوبك بتلاقوا فيه بس القشره اللي هي الخارجيه، انما احنا عايزينه بس يطرى معانا كده ويفضل محتفظ يعني بالحاجه اللي فيه. انما لما نحطه فتره طويله على البوتاجاز بنلاقي بس القشره الخارجيه بس هي اللي معانا. يلا بقى نكمل بقيه عصيرنا. وهنا خلاص كنا خلصنا العصير بتاعنا. احنا هنا بعد ما عصرناه صفناه كويس جدا، عشان خاطر طبعا ما ينفعش يتشرب بالتفل بتاعه. وهنا بقى احنا هنحطه في الفريزر. هنحط العصير بتاعنا في الفريزر يسقع جدا، لان العصير ده طبعا ما بيبقاش له طعم. يعني بيبقى طعمه حلو بس طعمه نكهة النعناع بتبان اكتر لما يكون ساقع جدا، عشان كده بتحط فيه تلج. فهنحطه بقى في الفريزر. ويلا بينا نشوف بقية فطارنا هيبقى ايه. وكده النهارده ده كان غدانا خفيف، يا رب يكون خفيف على قلبكم. عملنا ايه؟ عملنا هنا مع بعض طريقة عمل الكبدة وجربوها والله العظيم طعمها جميل جدا جدا. حب معلقة المستردة اللي حطيناها فرقت معانا جدا في الطعم. جربوها مش هتندموا. وعملنا هنا بس طبق صغير كده من السمبوسة. وعملنا هنا عصير الليمون بالنعناع. جربوه كمان طريقة جميلة جدا هتعجبكم. وعملنا بس حطينا معاها هنا ليمون مخلل وزيتون.
يا رب تكون طريقتنا بتعجبكم، يا رب يكون غدانا خفيف على قلبكم. وزي ما اتفقنا، لو انتوا حابين تشوفوا معانا روتونات جديدة اكتبوا لنا في التعليقات. وشكرا جدا جدا لأي حد بيخش ويعمل لنا اشتراك. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم. كل سنة وانتم طيبين. انا عارفة ان الايام دي لبخة عشان الامتحانات بدأت. ربنا معاكم، يا رب نجح ولادنا كلهم، ربنا معاهم ويوفقهم. وكل سنة وانتم طيبين، والف هنا وشفا.